ايه رأيك لو جيت النهارده اقول لك ان في مهارة واحدة بس لو اتقنتها هتحميك من حاجات كتير جدا، هتحميك من قراراتك الغلط، هتحميك من فلوسك اللي بتضيع عمال على بطال، وهتحميك من تلاعب الاخرين بيك. بس قبل ما اقول لك المهارة دي، انا نرمين هيكل، ودي قناة لحظة وعي. لو بتتابعنا اول مرة يا ريت تدعمنا باللايك والشير والسبسكرايب، وان شاء الله نبقى مع بعض كل خميس في فيديو طويل. طيب، اول حاجة بس لازم نقولها ان احنا في زمن عندنا انتشار المعلومة اسرع من رمشة العين. الحقيقه ان اي حد يقدر يرفع صوره، اي حد يقدر يرفع فيديو، اي حد بيقدر يقول اي حاجه في اي وقت. ومشكلتنا ان احنا مخنا طول الوقت بيحاول يريح ويوفر طاقته كده، فبيصدق اسرع مما ينبغي. وهنا بيجي دور التفكير النقدي. التفكير النقدي اللي بيخليك تقف كده وتقول لنفسك قدام اي صوره وقدام اي فيديو: لا، انا محتاجه استنى واسال نفسي شويه اسئله. التفكير النقدي بيخليك تعكس الموضوع تماما، بيخليك تدور على الدليل الاول قبل ما تصدق. لكن في العادي مخنا بيساعدنا ان احنا نصدق الاول وبعدين نشوف الدليل بعدين. الحقيقه ان ده مش هيحصل غير لما تبتدي تسال نفسك. طيب، عايزه بس اقول لكم استشهد بمثل عملي بيحصل لنا اليومين دول. الحقيقه ان احنا اليومين دول من كتر انتشار المعلومات ومن كتر انتشار الصور والفيديوهات طول الوقت، احنا بقينا سهل جدا لما بنصدق بنشارك في انتشار المعلومه دي. وللاسف ده اوقات كتير بيعرض الناس للخطر لما بيتعرضوا للمساءله القانونيه بسبب ترويجهم للحاجات اللي ما تفكروش كده يدوروا وراها ويشوفوا دي صح ولا غلط. طيب، الأول حاجة خالص علشان خاطر تبتدي تسأل نفسك أو تدور على دليل أو شاهد للكلام اللي بيحاول اللي قدامك يقنعك بيه. لأن أوقات كتير جدا الناس بتبقى فاهمة سيكولوجية المخ بيفكر إزاي، فبتحاول تحركك بناء على مصلحتها الشخصية. يعني طبيعي إن لما أجي أجيب لك إعلان هحاول أستشهد بكم فنان كده أو كم حد بالنسبة لك ممكن يكون ثقة علشان دماغك تستسهل وتصدق. وخسيت 5 كيلو في اسبوع، قدرت احقق مبلغ مالي معين بعد ما لعبت اللعبة دي، وكتير بقى خد قيس ده كتير على حياتنا اللي موجودة واليومين دول تحديدا. الحقيقة ان الترويج اللي بيحصل ده بيبقى وراه هدف مصلحة شخصية للي بيروج للقصة، لكن للأسف انت بتستسهل وبتحاول ما تدورش على دليل. مع العلم انك لو سألت نفسك سؤال صغير كده هتقول لنفسك: يا ترى ايه الفايدة اللي هتعود على اللي هيديني المبالغ الكبيره قوي دي علشان خاطر مجرد ان انا حملت لعبه مثلا؟ هتلاقي نفسك ركزت على حته ان في اوقات كتير جدا اللي بيعلن عن ادويه التخسيس هو بيعاني من زياده في الوزن. وبما ان دايما السؤال هو اداه قيمه جدا للوصول للنتائج، اول حاجه لما تسال نفسك يا ترى مين مصدر المعلومه، يا ترى ايه مصلحته انه يصدر لي المعلومه دي، هل في دليل واضح على اللي هو بيقوله ده مثلا؟ طب يا ترى في وجهة نظر تانية مخالفة للفكرة أو للمعلومة اللي هو ادهاني؟ ويا ريت ما تنساش تسأل نفسك إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل لك لو صدقت. والحقيقة إن إحنا أوقات كتير جدا بمنتهى حسن الظن وقعنا في مشاكل كبير جدا إحنا مش قدها. الناس اللي بتعمل اعلانات عن توظيف بمبالغ خياليه، الناس اللي بتعمل اعلانات عن تنزيل وزن بطريقه كبيره جدا، البوستات اللي بتستفزك وتخليك تغلط وممكن تتعرض للمساءله القانونيه. الحقيقه ان السؤال في الحاجات اللي زي دي تحديدا بيبقى عامل زي الفرامل اللي بتوقف مخك كده وتقول لك: لا، استنى بقى علشان في خطر احنا داخلين عليه. الحقيقه ان مش كل الحاجات اللي انت بتشوفها ممكن تكون غلط، بس اغلبها للاسف وفي عصر المعلومه السريعه اللي احنا عايشينه الحقيقه انها غلط وخطر. لو مجرد غلط واحنا ممكن نقدر نعالجه بعدين، ممكن نتجاوز عن الفكرة ونستسهل. لكن الحقيقة ان المشكلة بقت اكبر كتير من مقدرتنا المحدودة للسيطرة عليها. الحقيقة ان المشكلة ابتدت تتفرع، وابتدى في عصر انتشار المعلومة وترويجها ابتديت انت تتعرض لمساءلات انت في غنى عنها تمام. والحقيقة ان التفكير النقدي مش معناه ابدا انك تعيش طول الوقت شاكك في كل اللي حواليك وكل معلومة بتتقالك. الحقيقة ان احنا لو استخدمنا كل حاجة بطريقة واعية كده هتلاقي نفسك بتحترم مخك وبتحترم القرارات اللي دخلت له بعد تفنيد. لكن فكرة انك تحترم عقلك وما تسلموش لأي فكرة عابرة دي بتبدأ من سؤال، وسؤال بعديه سؤال بيخليك كل قراراتك انت بتبقى راضي عنها، وبتبقى حاسس ان انت ما تسرعتش وضيعت فلوسك على حاجات ملهاش لازمة، وتعرضت لحاجات كنت انت في غنى عنها لو سألت نفسك كام سؤال. خدت قرارك بوعي مش بتسرع وتحت ضغط المعلومة المنتشرة. المرة الجاية لما توصلك معلومة خليك فاكر ان السؤال مش ضعف، السؤال هو اللي هيخليك تتحكم في زمام امور عقلك. والحقيقة ان اللي ما بيسألش بيسيب غيره يفكر له. وفي حتة كده بقى مهمة قوي لو عرفتها هتستريح وهتفهم دماغك ماشية ازاي. الحقيقة ان احنا كلنا بندور على معلومة تأكد افكارنا مش تصححها، والسؤال هو اللي بيكسر الفخ ده. الحقيقة ان انت مخك هو اللي ممشينا، مش احنا اللي ممشيين دماغنا. وخليك فاهم ان الموضوع ما بقاش زي زمان. للاسف بقت الكلمه اللي بتخرج منك محسوب عليك، بقى الجنيه اللي بتصرفه صعب تعوضه
لو بتصرفوا على حاجة ملهاش قيمة. الحقيقة ان التسرع في القرارات اوقات كتير بقى يحملنا اكتر بكتير من اللي كان بيحملهولنا زمان، لان التوابعه بقت اصعب بكتير. لو وصلت للجزء ده من الحلقة تأكد ان الاسئلة دايما شغالة لمصلحتك. اي سؤال، انا ما بقولش انك تشك وما بقولش انك تحول حياتك لجحيم، انا بقول خليك فاهم دماغك بتفكر ازاي، دماغك بتساعدك على ايه، وخليك فاهم ان اي سؤال هتسأله لنفسك قبل ما تاخد اي قرار، والانجراف ورا الاشاعات ورا حاجات كتير جدا انت في غنى عنها ممكن تسبب لك ضرر مادي او معنوي، خليك فاكر ان اي سؤال انت هتسأله لنفسك هو ده اللي هيخدم على وعيك. هو ده اللي هيخليك تعرف تقود مخك، مش مخك هو اللي هيقودك. ان شاء الله هبقى معاكم كل خميس بحلقة طويلة. دي لحظة وعي، ويمكن اللحظة دي اللي تغير اللي بعدها. السلام عليكم.